استاذ مثل ما قلنا ناصر الصالح هو كان المشرف على العمل، واغنيه وعد عرقوب هي من الحانه، حتتواجد في الاصدار؟ لا ما حتتواجد، بس طبعا انا اعتبر اغنيه وعد عرقوب هي من الاغاني اللي حقيقه دخلتني وفتحت لي باب الخليج، يعني كحفلات، كاعجاب اكثر باغانيه. ف كانت وهذا يعود لفضل الاستاذ ناصر؟ ايه جدا يعني. وقلتي انه بتعاون معه مره واثنين ومرات كثيره. شو اضاف لك الاستاذ ناصر ما اضاف لك ملحن ثاني؟ شوف انا اعتبر الاستاذ ناصر هو استاذي، استاذ الاغنيه الخليجيه. معلمني هوايه. بتعرف اني ما متعوده اغني خليجي هوايه من قبل، يعني بس الخليجي كثير قريب عن العراقي، يعني العراقي يعتبر ذات مثلا جهه اذا تاخذيها البصره وهذه النواحي وايد قريب. بس يعني قبل مثلا تعرفين حكم معيشتي بين المغرب وفرنسا، فكنت اكثر يعني احب يعني اغني الاغاني الكلثوميه، اسمهان، عبد الحليم، اغاني عراقيه اوكي، بس ما معوده نفسي انه اغني الاغنيه الخليجيه، غير طبعا لما صرت في بدايه لما صرت اغني. وهنا التقيت طبعا الفنان ناصر اللي سويت معه وعد عرقوب، وصار اغلبيه الاغاني الثانيه افضل انه يكون استاذ ناصر هو اللي ياخذ لي تيك صوت، لان اول شيء مريح جدا، ثاني شيء علمني سر المهنه، فهمتي شلون؟ اللي هو في النطق، أيوة. في شلون الاغنيه لازم تتغنى. ف يعني مثل ما قلت هو استاذ اني اعزه جدا. واذا ما عزتش ليه هو بيكون معنا. ويا مرحبا بك استاذ ناصر صالح. هلا والله، هلا ناديه، ومساء الخير عليكم جميعا وعلى الاخوان المشاهدين وعلى حبيبتنا الفنانه المتالقه دائما شذا. الله يسلمك استاذ. احنا بدايه نحب نبارك لك على انتهاء ادائك من كليب زمن عبد الحليم، مبروك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. هل فعلا بانك تبتعد عن الغناء وحتتركز على التلحين ان شاء الله اكثر؟ والله انا من زمان ابتعدت عن الغناء ومركز على التلحين اكثر، لكن هذه زمن عبد الحليم كانت حاله معينه حبيت اقدمها للناس بهالشكل، واتمنى يعني انه الناس تقبلوها بشكل المرضي. ما عندنا شك، ما عندنا شك. الحين خبرنا شو سمعت كلام شذا وقالت، واحنا سمعنا وقالت ان هي اعطيتها سر المهنه. الحين نبي نعرف شو هذه سر المهنه. شذا من الفنانات اللي لازم نعطيها كل ما لدينا من خبرات في هذا المجال، لانها فنانه تستحق، وهي دائما تبحث عن مثل هالامور، يعني عن ادق التفاصيل، تحب ومن الفنانات اللي على فكره يعني تعجبني كثير. يعني من قبل كم يوم كنا في الاستوديو في القاهره، وكنت اخذ لها تيك اغنيه صوت، اخذ لها تيك للاغنيه صوت. ايوه. فبصراحه تعبتها كثير، اجهدتها، يعني بشهاده الناس اللي كانوا معي في الكنترول قالوا لي ناصر شذا تعبتها كثير. المذهل انها لما طلعت قلت لها تعبتك انا كثير، فقالت لي لا عادي. راضية. هذا دليل على انه هذه الفنانه يعني عندها الصبر وعندها التحمل، وهذا اللي يعني احنا نشوفه دائما في النجوم، مش في الفنانين الشباب احيانا يكون ملولين شويه وما عندهم الحماس اللي عند النجوم اللي تعلموا وتعودوا، ولكن انا اعتبر شذا نجمة يعني كبيرة، مش نجمة. الله يسلمك يا أستاذ. في تعاملها، في أدائها، في غنائها، في تعاملها مع الملحنين. أشكرها دائما على يعني كل ما تقول عني وتتكلم عني. أنا ما عملت لها شيء، بالعكس هي تستاهل وما تستاهل ما قدمنا لها. الله يخليك يا أستاذ. شو بيكون استثنائي في هذا الإصدار واللي فعلا الكل متشوق له وناطره ويترياه؟ والله شوفي، انا جربت مع شذا. بالنسبه لي انت تتكلمي عن العمل اللي انا حقدمها مع شذا مثلا. الاصدار بشكل عام بما ان حضرتك كنت المشرف عليه. الاصدار بشكل عام بصراحه البوم متنوع، يعني شاركني فيه زملاء من الملحنين الكبار المعروفين في الخليج، امثال الدكتور عبد الرب ادريس، فايز السعيد، بندر سعد، حاتم العراقي.
مجموعه كبيره من هالشباب نجوم خفنسه الملحنين الباقيين الفنانين معي مشاركين، لكن اعتقد انه هذا الالبوم حيكون فيه تنوع جميل من كل الالوان الغنائيه، الكلاسيك، الخبيتي، الخليجي، العراقي، الاغنيه القصيده، في اغنيه عندها قصيده لبدر بن عبد المحسن، برضو هذه اعتبرها يعني من اخطر القرارات اللي شذى حسون تتخذها، انها تقدم مثل هالاعمال في ظل يعني الناس تبحث عن الاعمال السريعه، لكن هي عندها فكر انها تقدم مثل هالاعمال، لان عندها الصوت، لان الصوت يعني قادر انه يعبر ويعطي. الصوت مش كفايه اذا ما كان هناك فيه تخطيط ومبادئ يعني فيها تحمل قيمه فنيه جميله للناس، لانه انا اقدم جميع الالوان، اقدم جميع الشرائح النخبويه والناس المستمعين العاديين فاحنا كويس انها قاعده تحاول ترضي جميع الاذواق. انا بالنسبه لي مشاركه معاها في هذا الالبوم تعودت انه كل مره اقدم معاها لون جديد من الالوان اللي انا ما قدمتها بصراحه، يعني زي الشريط اللي فات قدمت معها وعد عقوب، وهذا اللون انا اول مره اتطرق له باللون الاماراتي، واول مره احاول الحن اماراتي، والحمد لله توفقت فيه بهالشكل. المره هذه ان شاء الله راح اقدم معها مفاجاه برضو، لاول مره اعمل اغنيه من غربي شويه في لونها وفيها ايقاع تكنو وسريع شويه مختلف. يتفاجئون الناس انه ناصر الصالح بدا يتشكل ويتغير في الالوان. حلو، يعني التغيير مش مو عند شذا بس، وبعد عند حضرتك استاذ ناصر. ما هي اعطتني الفرصه ان انا اغير من جلدي معها. حلو ان شاء الله. احنا والله فعلا بانتظار هذا العمل، شوقتونا كثير له، ولا تطولون عليه، لا يعني خلاص الايميلات ما خبرك كم اسئله عن احنا في مراحلنا الاخيره، وان شاء الله راح الناس تسعد بهذا الشريط ويلاقي نجاح ان شاء الله. اكيد ما عندنا شك. استاذ ناصر وايد شاكرين. شكرا يا استاذي، شكرا يا استاذ ناصر. لا شكرا على واجبك. الله يخليك. نشكر تداخلك هذا. شكرا. كلام كثير حلو. عندنا كلام اكثر، نبي نفهم سالفه التمثيل مشاهدينا بعد الفاصل. تريونا.